إحنا دايما متعودين نسمع الجملة الشهيرة الضرب تربية، لكن يا ترى هو فعلا الضرب تربية؟ ولا إحنا ورثنا مفهوم غلط عن أجدادنا وفضلنا نقرره من غير ما نفكر؟ النهاردة في حلقتنا هنفكر سوا، الضرب ده بيبني ولا بيهدم؟ بيخلي العيال أحسن ولا العكس؟ أول حاجة من المنظور الديني، في ناس كتير تفتكر إن الدين بيؤمر بالضرب خصوصا في التربية، لكن الحقيقة إن الإسلام دين رحمة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عمره ما مد إيده على ست ولا على طفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني اللي مش بيرحم الصغير مش من صفات المسلمين الحق. وحتى في تعليم الصلاة للأطفال الرسول قال: مروهم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. بس العلماء وضحوا إن الضرب هنا رمزي غير مؤذي، مجرد إشارة بسيطة للتنبيه، مش تعذيب ولا إهانة. يعني الدين مش مع العنف، الدين مع الرحمة بالتربية بالحب. تاني حاجة من المنظور النفسي، علم النفس الحديث بيأكد إن الضرب بيكسر شخصية الطفل. الطفل اللي بيتضرب مش بيتعلم الصح من الغلط، هو بيتعلم يخاف. يعني بدل ما يعمل الصح علشان مقتنع، بيعمله علشان خايف من العقاب. ومع الوقت بيتحول لشخصية ضعيفة مليانة قلق، أو ساعات يبقى عدواني ويطلع غضبه في الأضعف منه. يعني اللي بنفتكره تربية هو في الحقيقة بيعمل عقد نفسية. تالت حاجة من المنظور الطبي، الدراسات الطبية بتقول إن الضرب بيأثر على المخ والأعصاب. الطفل اللي بيتضرب كتير بيبقى عرضة للاكتئاب، اضطرابات القلق، وضعف التركيز. وكمان الضرب ممكن يعمل صدمة نفسية تفضل معاه طول العمر. يعني الموضوع مش بس وجع وراح زي ما ناس فاكرة، ده بيسيب أثر عميق جوه الطفل. خلينا نقول أمثلة واقعية. طفل في المدرسة اتضرب علشان مش مذاكر، هل ده خلاه يحب المذاكرة؟ لا، خلاه يكرهها أكتر. بنت اتضربت علشان كذبت، هل ده خلاها صادقة؟ لا، خلاها تبقى أشطر في الكذب عشان تهرب من الضرب. شاب اتربى بالضرب، كبر وعنده مشكلة في التعبير عن نفسه، وممكن يكرر نفس الأسلوب مع أولاده. طيب إيه الحل؟ الحل إننا نفهم إن التربية مش بالضرب، التربية بالحوار، بالقدوة وبالحب. الطفل اللي بيتكلم معاه أهله ويشرحوا له الصح من الغلط ويشوفهم قدوة كويسة، ده هيتعلم أحسن من 1000 ضربة. التربية مش إنك تكسر ابنك، التربية إنك تبنيه. ومن الناحية الدينية كمان، التربية بالحوار أعظم عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر موسى وهارون يروحوا لفرعون اللي كان أعطى طاغية، قال لهم: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لو ربنا أمر باللين مع فرعون، يبقى أولادنا مش أولى بالرحمة؟ خليني أديك صورة واضحة. البيت اللي فيه ضرب بيبقى مليان خوف وكراهية، والبيت اللي فيه حب وحوار طلع أولاد أسوياء قادرين يتحملوا المسؤولية ويبنوا شخصياتهم. الخلاصة، الضرب مش تربية، الضرب هدم. الدين ما أمرش بالضرب، والعلم بيحذر من الضرب، والطب بيأكد إن الضرب مدمر. التربية الحقيقية إنك تكون صبور، تسمع وتحتوي. في الآخر اسأل نفسك دايما، هو مين قال